قال لي مصلاي وياي لأن وراي حايط. ايش اسوي بالموجود. انا بالقوة صورت هالمقدمة واول مرة اطلع بشكلي وغطيت شكلي لان انا استحي، هذا طبعي، انا استحي وما اريد اطلع بالسوشيال ميديا، ما اريد اطلع بالتواصل الاجتماعي كله، ما احب هذا الشيء يعني. انا مسوي هالقناة شنو فكرتها؟ على مود اهل البيت، هاي اول شيء، هاي منتهي منها. وطبعا هو اي شخص يسوي هاي الشغلة يريد اجر، فهاي بها اجر لا متناهي لبعد الممات، يعني منا بعد 100 سنة احتمال يوتيوب يبقى ما يبقى، بس انا اللي عليه سويته. من 100 سنة ميت عادل ما ندري، أكيد ميت. الفكرة القناة إنه هاي بيها حسنات لا متناهية، فانتبهوا لأي شيء تنشرونه. هاي بيها بعد الممات يسمونها صدقة جارية. يا اما تكون صدقة جارية بها سيئات توكلك سيئات التوميت، يا اما تكون صدقة جارية بها حسنات توكلك حسنات التوميت. فانتبهوا لاي شيء تنشرونه. اي فلا تنشرون اغاني، ولا تنشرون صور اهل البيت بدون نور، ولا تنشرون هاي الستوريات وما ستوريات الحزينة وما حزينة، لان كلها اغاني وكلها موسيقى. فمن بعد 100 سنة اي شخص يعرفني او ما يعرفني، انا اسمي عباس كريم من الديوانية، قلت لكم عمري 27. اتمنى تبروا لي الذمة وتدعوا لي، والله ما بيه شيء، بروا لي الذمة وادعوا لي. واي شخص شاف هذا الفيديو منا بعد 100 سنة يقرأ لي الفاتحة. والله جديات اقرأ لي الفاتحة، ما بيها شيء. ميت عادل اكيد، مليون بالمية ميت، ما حد يعلم الغيب، بس ما حد بالعراق يعيش فوق 100 سنة، لان كله ضيم وقهر وحزن. اوكي. كافة مسدت. إذا ما لحقنا على صاحب الزمان، اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فاخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم اكحل ناظري برؤيته واجعلني من خدامه واتباعه.